كلنا عارفين ان التربو كل ما كبر كل ما زاد تأخيره في الاستجابة، بس مع الحل ده هتنسى التربو لاج تماما، التربو الكهربائي او الاي تربو. وقبل ما تتصدم وتستغرب، ده اختراع طلع للنور من فترة مش بعيدة، بس قبل ما نتعمق فيه ونفهم بيشتغل ازاي ونشوف مميزاته وعيوبه، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه جديد معانا، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. عشان نفهم التربو الكهرباء ونعرف بيشتغل ازاي، لازم الاول نفهم التربو العادي. ببساطة ومن غير ما نطول، التربو التقليدي اللي متعودين عليه من عشرات السنين بيبقى فيه مروحتين متوصلين ببعض، واحدة محطوطة عند الشكمان والتانية عند الانتيك او مدخل الهواء، ووظيفته انه بيزود الهواء اللي داخل الموتور عشان يديك قوة اضافية. بيعمل كده عن طريق هواء العادم، لما بيخرج من الشكمان بيزق معاه المروحة، فالمروحتين هيلفوا عشان متوصلين ببعض. فمروحة الانتيك بتسحب هواء اكتر تضغطه وتدخله جوه الموتور، وبكده نكون عملنا بوست لزيادة القوة من هواء العادم. الحلقة التفصيلية اللي عملتها عن التربو والسوبر تشارجر هسيبها لك في الاي اللي فوق. نشوف بقى الاختراع اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده، الاي تربو. الاي تربو بقى بيبقى نفس الفكره، هم نفس المروحتين ونفس كل حاجه، لكن الاختلاف الجوهري اللي حصل هنا ان بقى فيه موتور كهربائي صغير متركب في النص بين المروحتين، وده اتعمل عشان يحل ازمه كبيره جدا في عالم التربو. التربو التقليدي مشكلته الاساسيه هي التاخير، ومعروفه باسم التربو لاج. كل ما التربو يكبر كل ما زادت قوته وزاد البوست، لكن قصاد ده المروحتين هيبقوا اكبر ويبقوا اتقل في الوزن، فبالتالي هيبقوا اصعب في الحركه. يعني لو كان التربو الصغير بيفتح عند 2000 ار بي ام، فالتربو الكبير هيفتح عند 3.5 او 4000، وده بيحصل لان كميه الهواء اللي خارجه من الشكمان عند 2000 ار بي ام ما بقتش قادره تزق مروحه التربو. ميزه التربو الكبير انه هيديك اداء مرعب على الار بي ام العالي، لكنه بيبقى شبه مش موجود في الار بي ام القليل. بس في عالم السيارات ده مش حاجه حلوه، في السباقات او الجري بشكل عام انت كل جزء من الثانيه بيفرق معاك، ولازم تكون عربيتك حاضره بكل قوتها من اول الدوسه لحد اخرها. وهنا ممكن يكون دور التربو الكهرباء جه. الاي تربو بيحل لك المشكله دي بطريقه سهله جدا. الموتور الكهرباء اللي في النص بين المروحتين بيدي الدفعه الاولى لمراوح التربو، والدفعه الاولى دي بتبقى اصعب مرحله، فمجرد ما تتحل كده التاخير كله اتحل. فكده بدل ما كان اعتمادك كله على هواء العادم ان هو اللي يزق مروحه التربو، بقى عندك مصدر تاني يلف المروحه. فالموتور الكهربائي اللي جوه التربو ده هيخليك تقدر توصل لاعلى بوست التربو بتاعك يقدر يستحمله في ار بي ام واطي جدا. لما الار بي ام يعلى وهواء العادم يبقى خلاص قادر ان هو اللي يزق مروحه التربو لوحده، الموتور الكهربائي بيفصل اوتوماتيك ويسيب التربو يشتغل عن طريق الاكزوست زي التربو التقليدي بتاعنا. بيشتغل ازاي بقى؟ الاي تربو بيشتغل عن طريق بطاريه صغيره مخصوصه ليه هو بس. البطاريه دي بتتشحن عن طريق الاكزوست او الشكمان، وخلينا اشرحها لك ببساطه. غاز العادم لما بيعدي من الشكمان بيلف معاه مروحه التربو. اول ما مروحه التربو توصل لاعلى سرعه وبوست احنا عايزينه، واللي غالبا بيكون متحدد من الشركه اللي مصنعه العربيه، الموتور الكهرباء ساعتها هيحاول انه يبطئ او يفرمل غاز العادم الزياده اللي احنا مش محتاجينه ده، ويطلع منه طاقه تشحن البطاريه. يعني اختصرها لك بالبلدي، التربو هنا بيشتغل كجنريتور او مولد عشان يشحن البطاريه، فبالتالي البطاريه عمرها ما هتفضى منك. واكيد طالما التقنيه دي كهربائيه ففي كمبيوتر هو اللي بيتحكم في العمليه دي كلها. لما تدوس بنزين الكمبيوتر بيبعت اشاره للبطاريه انها تبعت طاقه للموتور الكهرباء اللي جوه التربو عشان يدي الدفعه الاولى للمراوح ويكون دوره خلص لحد هنا. هتقول لي استنى، ما في طرق تانية نقلل بيها التربو لاج، مش لازم يعني ندخل الكهرباء في الموضوع. هقول لك معاك حق، لكن هل الطرق التانية هتبقى بنفس كفاءه الاي تربو؟ اشهر طريقه لتقليل او للتخلص من التربو لاج هو تركيب نظام انتي لاج. النظام ده جامد جدا بس غالي نسبيا ومعقد، وبيركب للعربيات المتعدله معظم الوقت، لان بيبقى صوته عالي جدا وبيحتاج تربو عملاق عشان فعلا يكون ليه لازمه. وطبعا مفيش اي عربيه هتجيلك من المصنع باكبر تربو موجود في السوق عشان العملانيه وكده، فاكيد التربو العملاق ده انت اللي هتركبه بنفسك في عربيتك لما تعدلها. يعني العربيات الستوك اللي حجم التربو بتاعها متوسط او صغير هتفضل برضو تعاني من تاخير التربو ومش هينوبها من الحلو جانب. الحل التاني هو السيكوينشال تربو، وده بكل بساطه بدل ما بتركب تربو واحد عملاق هتركب تربوهين، واحد صغير قوته محدوده يكون سهل انه يفتح في ار بي ام واطي، وتربو كبير يستلم على الار بي ام العالي ويخلي العربيه صاروخ. فكده برضو تكون حليت المشكله، وده شفناه في مواتير كتير اشهرها ال2 جي زي بتاع السوبرا المارك 4. لكن برضو النظام ده معقد ومكلف وفيه وجع دماغ كتير. انما الاي تربو اتصمم اصلا عشان العربيات الستوك، يعني هو مش بيستهدف التعديل خالص، وده يفيدك انت كمستخدم عادي عايز يستمتع بعربيته ومالوش في وجع دماغ التعديل. وشفناه على البورش 911 الجديده وبقت فعلا اسرع وانشط من اجيالها اللي فاتت بفضل الاي تربو. ومع النظام ده كمان فمفيش اي خوف من الحراره، مفيش مشاكل حراره هتواجهك هنا، لانك مش هتضطر تركب لا تربوهين ولا حتى انتي لاج، ودول كلهم بيعلوا الحراره بتاعه المحرك والتربو جدا.
اجمل ميزه بقى قدمها لك الاختراع ده هو الكفاءه، لان بكل بساطه تربو كبير محطوط فيه التقنيه الكهربائيه دي يقدر يبقى اسرع من تربو تقليدي في نفس حجمه او حتى توين تربو، لا وهيكون ابرد منه كمان وقت الدوس والاكشن في الحلبه. والبروده دي ميزه جباره، لان الحراره زي ما احنا عارفين عامل مهم جدا للاداء في العربيات، يعني ما تستهونش بيها عشان هي العدو الاول للمحركات. وحاجه كمان مش هتلاقيها موجوده في التربو التقليدي هو الاحتفاظ بالبوست بعد ما تشيل رجلك من البنزين. لو شلت رجلك من على البنزين ودوست تاني، التربو التقليدي هيحتاج يحمل البوست من الاول، وده هياخد اجزاء من الثانيه، ولو التربو كبير قوي ممكن توصل لثانيه كامله. لكن في الاي تربو مش هتحتاج تستنى لما التربو يفتح من الاول، وده بفضل الموتور الكهرباء اللي هيدي الدفعه الاولى زي ما اتفقنا، فبتبقى حرفيا استجابه لحظيه من التربو في كل مره تدوس فيها بنزين. بورش عملت تجربه عشان تثبت لنا مين احسن. جابوا عربيتين 911 بنفس حجم التربوهات، لكن واحده بتربو عادي والتانيه بتربو كهرباء. الاتنين داسوا بنزين للاخر، والمفاجاه ان التربو الكهرباء قدر يوصل للبيك بوست او اعلى بوست ليه اسرع من التربو العادي بفرق ثانيتين كاملين، وده في عالم العربيات رقم مرعب. ده في عربيات بتتسارع من 0 ل 100 في ثانيتين بس. طب بعد الحلاوه دي كلها خلاص بقى تروح تجيب عربيه فيها اي تربو؟ استنى، مش معنى انه حلو قوي كده يبقى ما فيهوش عيوب. بعد التعقيد والعبقريه الهندسيه اللي شرحتها لك دي، مش محتاج اقول لك ان كل التكنولوجيا دي ثمنها غالي. في قفزه محترمه في سعر العربيه اللي هتنزل بالاي تربو لو هتقارنها باللي هتنزل بتربو عادي. بنتكلم في حوالي 40,000 دولار فرق بين ال 911 الجيل اللي فات والجيل الجديد اللي نزل فيها التربو الكهرباء. بس قفزه السعر دي بصراحه مش هتفرق معانا احنا قوي، احنا كده كده ما معناش نجيب جنطه من عند بورشه حتى. وما اظنش برضو الشخص اللي معاه ملايين ويقرر يشتري 911 لما يلاقي سعرها زاد 40,000 دولار هيقوم يمشي يعني. فنشوف كده العيب اللي بعده. العيب التاني انه معقد قوي. انت عندك هنا كميه حاجات داخله في بعض كتير جدا، فمفيش اي حد هيبقى فاهم فيه. ده غير ان التكنولوجيا دي تعتبر جديده نسبيا، فمحتاج لها وقت برضو عبال ما الناس تفهمها وتعرف تتعامل معاها. لكن اخر واهم عيب للنظام ده اللي اكيد الناس اللي بتحب العربيات مستنيين يسمعوه، وهو الوزن. اكيد انت مستني تسمع ان العربيه بقت اتقل ب 200 كيلو اقل حاجه بعد كل القطع اللي اتضافت هنا دي، بس الصدمه هنا لا. التربو الواحد هنا بالمانيفولد بتاعه وزنهم 17 كيلو، واضرب الوزن ده في 2 عشان العربيه توين تربو، ده غير البطاريه طبعا واللي وزنها 27 كيلو، فده كله وزن اضافي يحجم سرعه العربيه. بس رغم ان البورش الجديده اتقل من الجيل اللي قبلها ب 85 كيلو، واللي اكيد ده مش فرق يذكر اصلا، بس مع ذلك على الطريق وانت سايق مش هتحس بفرق الوزن ولا انها بقت اتقل، وهتستفيد من كل مزايا التربو الكهرباء اللي احنا اتكلمنا عنها، واللي مش هتكون موجوده في الجيل اللي فات من ال 911 بالتربو التقليدي. يعني هتبقى اسرع من الجيل اللي فات ب 14 ثانيه في حلبة نوربرجرينج. اما تجربه السواقه اللي برضو حاجه مهمه جدا في العربيات الرياضيه، عشان احنا اللي بنعشق العربيات بنخاف بصراحه من تدخل الكهرباء في السيارات، لانه بيقتل متعه السواقه والاحساس والتواصل المباشر اللي بيكون بينك وبين العربيه. فالجميل في الموضوع هنا ان معظم الناس اللي جربتها قالت مفيش فرق في الاحساس ولا في متعه السواقه خالص، هو بس العربيه ما فيهاش ستارتر او مارش، فده صوت تشغيل العربيه. صوت تشغيلها غريب جدا الصراحة، تحس ان العربية بتدور من نص الدوارة. لكن عايز اعرف رأيك، فاكتب لي في الكومنتات هل انت شايف ان التربو الكهرباء اختراع حقيقي وعبقرية هندسية ممكن تفيد عالم السيارات في المستقبل، ولا تكنولوجيا وتعقيد كهربائي ملوش اي لازمة في عالم السيارات؟ لو وصلت لحد هنا فانت مشاهد جدع، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتستنى مني الفيديوهات اللي جاية. اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.